عقد مركز الإرشاد الزراعي والتدريبي في مديرية زراعة ديالى ندوة علمية تخصصية بمناسبة اليوم العالمي للتربة. الندوة هدفت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ ناقشت محورين: الأول عن التربة وأهميتها والحفاظ عليها، والثاني عن الصحة العامة وسوء استخدام بعض المبيدات ومخاطرها على صحة الإنسان. حقيقة التعاون الجاد كدائرة الإرشاد والتدريب الزراعي اللي هي إحدى تشكيلات وزارة الزراعة المتمثلة بالمركز الإرشادي التدريب الزراعي في محافظة ديالى، بالتعاون مع المؤسسات والدوائر المركزية والدوائر اللي مهمة في محافظة ديالى، ومنها قصر الثقافة والفنون في محافظة ديالى لإرسال رسالة مهمة إلى المجتمع في محافظة ديالى زيادة الثقافة والوعي الثقافي والمجتمعي، بالإضافة إلى مشاركة مهمة من الإخوان في قسم الشرطة المجتمعية لزيادة الكفاءة الثقافية، بالإضافة إلى رفد معلومات والحفاظ على المجتمع في محافظة ديالى بصورة عامة. اليوم نقيم ندوة ثقافية من شطرين. الشطر الأول هو موضوع الصحة العامة وتأثير السموم المتناقلة من التربة للإنسان، وأيضا نسلط الضوء على موضوع التربة الخاصة بهيئة ووزارة الزراعة.